الفل يا ايمان. ايه ده؟ فراخ ولا لحمه؟ لا شوية حاجات كده. اصل انا شفتك امبارح داخله بكيس كبير برضه، قلت يمكن عندكم عزومه ومحدش قال لنا. لا يا مدام سلوى، ده اكل عادي وحاجات للبيت عادي يعني. عادي عادي، بس واضح انكم بتصرفوا حلو قوي الفتره دي. ايه يا مدام سلوى، هو انتي ما بتجيبيش طلبات للبيت؟ حد بيسألك جايبة ايه وايه اللي جوه الاكياس؟ هو انا قلت حاجه؟ حساسه قوي البنت دي، ربنا يهديهم. يا ماما انا بجد اتضايقت قوي من اللي اسمها سلوى دي. انتي ما شفتيش عملت معايا ايه؟ قعدت تسالني رايحه فين جايه منين طلبات ايه، ده كان ناقص تدخل جوه الكيس. عشان سمحت لها انها تدخل حياتك، انت اللي اخدتيها عليكي. انا كنت فاكراها طيبه، طلعت حشريه قوي. في ناس بتحب تعرف اللي يخصها واللي ما يخصهاش. ده انا حسيت ان هو ناقص تدخل جوه البيت وتفتش وتشوف احنا بنعمل ايه وتشوف ايه اللي جوه الحلل كمان. ما تديهاش وش خالص واكسفيها بأدب. النوعية دي لازم نوقفها عند حدها. معاكي حق يا ماما، دي كانت قاعده بتبص للكيس اللي في ايدي كأني خارجه من تحقيق. ما انا قلتلك قبل كده بس ما سمعتيش كلامي. ما تقوليش. روحي افتحي وخلي كلامك قصير. ماما دي هي. مدام سلوى، هو حضرتك واقفة بقالك قد ايه؟ لا انا كنت معدية بس. هو البيبي ماله؟ عيان ولا حضرتك بتشتغلي من البيت ولا ايه؟ حضرتك محتاجة حاجة؟ اقدر اساعدك؟ لا خالص خالص، بس انا اصلي بحب اطمن على الجيران. اصل الواحد لما بيسمع صوت عياط بيقلق برضه. الحمد لله احنا تمام، ولو في حاجة هقولك ما تقلقيش. هو بس شكله صغير قوي، مش باين ان حاجة غريبة. لا بتختلط بحد ومتطلقة كمان وطفل صغير فجأة. اطمني، لو احتجت حاجة هخبط عليكي. انا بس بسأل. هو حضرتك بتشتغل ايه بقى؟ دايما داخل الفجر كده. شغل؟ ما انا فاهمة شغل، بس شغل ايه؟ شغل ما يخصش حد غيري. لا يا استاذ احمد، احنا كلنا عيلة واحدة هنا. عيلة ايه؟ كل واحد قافل بابه عليه، وانا عمري ما سألتك عن حاجة تخصك. هو حضرتك اتضايقت مني؟ انا بس بسأل. قولي بقى يا عم رجب، الجديد اللي في التالت دي وراها ايه؟ مساء الخيرات يا مدام سلوي. ايه ازاي يعني؟ اصلها مش بتسلم وما بتختلطش بحد وبابها دايما مقفول. يا بنت عيال، الناس في حالها. طب واحمد بقى داخل طالع اوقات غريبة. سمعت انه شيفتات ليل في شركة شاحن.
اهو بقى. اهو بقى ايه؟ ابدا، اصله بيجي متاخر كل يوم. وهو متأخر عليكي في ايه؟ لا خالص، انا بس بحب ابقى فاهمه اللي حواليا. في فرق بين تبقي فاهمي وتبقي بتدوري. مساء الخير. مساء الخيرات. العمارة دي ماشية بالستر يا مدام سلوي، واللي يفتح على الناس ممكن يلاقي حد يفتح عليه. انا بس بطمن. اللي اسمها سلوى دي ست ملهاش حل. ليه؟ عملت معاكي ايه انت كمان؟ هي عملت معاكي ايه الاول؟ لا ابدا، حشرية قوي، بس بتتدخل في اللي ملهاش فيه، وبتبص كمان في الاكياس. ناقص تدخل جوه الكيس عشان تعرف انا جايبه ايه. تخيلي سألتني ابني بابا بيزوره ولا لا، وهي مالها؟ عاوزة تعرف كل حاجة ما تخصهاش، بتسأل كأنها لجنة تحقيق. وسألتني بشتغل ايه وباجي الساعة كام. شايفة؟ مش أنا لوحدي. واضح انها واخده العماره مشروع التخرج بتاعها. لا بجد، لازم نكسفها عشان تبطل الفضول ده. اللي ما بيتحطلوش حدود بيعديها، احنا اللي سايبينها. في ايه يا جماعه؟ هو حضرتك قلت لماما اننا بنصرف كتير؟ لا، ده كان بس هزار. انا كنت بهزر بس. لا، وكمان قلتي عني ان انا بسيب ابني يعيط. وقلت ان شغلي مش مظبوط. أنا ما قلتش غير شفتات ليه؟ يا سلوى، خدي بالك من كلامك. انا بس كنت بسأل. لا، انتي بتفتشي. انا كنت بسمع لك، كنت بقول يمكن نيتك طيبة، بس لما الدور جه علينا حسيت بطعم الكلام. انا ما كنتش اقصد اضايق حد، بس احنا اتضايقنا. شفتي؟ كلامك بيعمل مشاكل. كلامك يودي في داهية. انا ما قصدتش والله. اللي ما يقصدش يبقى يعتذر. انا اسفة.